بعد ما سخن ليا الماء في القدره، عندي هنايا كما كتلاحظوا هذه القرعه البسبسيه اللي ولات حمراء، عندي رؤوس ديال البسباس البراعم ديالو، وهنا عندي اللفت المخمر. نضيف هنا واحد الاضافه، انا شربت لي واحد العماره كنت عمرت بها موزات فيها اللوز والقرعه البسبسيه والبصله المجفه. اللي ما عندوش ماشي ضروري يضيفها، ولا تقدروا يطحنوا شويه ديال القرعه مع اي مكسرات عندكم وتضيفوها باش كتعقد لينا الشوربه. هنا عندي الطون جبدته من القرعه اللي مخزناها فيه في الزيت، غنمعسو بحال هكا. غنضيف هنا الحك المطيشه ديالي سهام، هذه مطيشه مجفه بالملحه ومخمره باش لكم الريحه والمذاق. مساخن خليط التوابل اللي تقاسمت معكم كيسخن في هذا الفصل البارد. نضيف سكينجبير، نقع ديال القزبر يابس، ما غنضيفش الملحه بزاف لان الصلصه ديال الطماطم مملحه. كنخلط مع زيت الزيتون العسل ديالنا، غنضيفوا ليه الصلصه ديالنا مع التونه ولا اي سمك عندكم. عندي هنا اوراق الحريقه الصغيره، عندي اوراق البصل الاخضر، هي الشوربه ديالنا بالحريقه كتسخن. بسم الله. الحريقه والبسباس واللفت. بسم الله. الخبزه ديالي معمره بالبصل الاخضر، يعني الورق ديال البصل، والقرعه اللي عندي كما شفتوا البسيبسيه اللي بدات كتحمر، والتوابل، وعندي شويه ديال الحوت ما شاء الله في الطين. بسم الله بسم الله. التحضير ديال هذه الخبزه كيجي سريع لان الحشوه انا ما كنطهيهاش. مجموعه من التفاصيل ووصفات اخرى عندي في كتابي. الخبز المنافع المجهوله، طريقه جد صحيه كتخليك كتستمتعي بالاكل الحقيقي بدون اضرار جانبيه.